في حاجات بتحصل بعد ما النور بيطفي، حاجات مش دايما ليها تفسير بس بنحسها ونخاف منها. أنا محمود وده عالم ما وراء الظلام، المكان اللي فيه الحقيقة والخيال بيتقابلوا. طلعت من النفق وأنا موجوع من جوه، مش من ضرب ولا خوف، من حاجة تانية، حاجة أكبر. كنت حاسس إني شايل على كتفي سر مش بتاعي بس متعلق بيا. المحطة فوق كانت هادية، هادية زيادة عن اللزوم، فوق الطبيعي، ولا في عامل ولا قطر ولا حتى صوت عربيات من الشارع. كأن الزمن وقف. لما خرجت برا الدنيا كانت ليل، لكن شكل الليل نفسه اتغير. الأنوار في الشارع كانت بتنور وتطفي لوحدها، والهوا أتقل، وكنت سامع صوت صفير ضعيف، صفير يشبه نفس صوت البنت بس أبعد، كأنه جاي من اتجاه المترو التاني. رحت البيت بس البيت ما كانش بيتي. فتحت الباب لقيت كل حاجة في مكانها، بس حسيت ان البيت مش نفس البيت، في حاجة متغيرة. الحيطان كانت باصة عليا، والعتمة كانت تقرب كل ما امشي خطوة. رميت نفسي على الكنبة وقعدت ابص على العلامة اللي على ايدي، الدايرة اللي فيها 3 خطوط. كانت سخنة، سخنة كأنها لسه مرسومة حالا، وكل ما المسها بحس انها بتنبض، كأنها قلب صغير بينبض جوا جلدي. وبعدين سمعت صوت خطوات في الشقة، خطوات خفيفة لكن ثابتة بتقرب مني. قلبي وقع، قمت بسرعة فتحت نور الصالة، مفيش حد. رجعت خطوتين ولما قربت من الممر اللي بيودي للأوضة سمعت نفس الهمس. الليلة الجاية مش هتكون لوحدك. اتجمدت، مش همس بعيد، يعني همس قريب جدا مني، كأنه جاي من ورايا. لما لفيت ما كانش في حد، وبعدين النور اتطفى، المكان غرق في الضلمة. ضلمة مش ضلمة عادية، ضلمة تحس انها جسم. لما تقرب منك بتكتم نفسك. وداخل الضلمة دي بدأت أشوف وشوش طلبة، نفس الوشوش اللي شفتها في النفق، بتظهر وبتختفي، بتضحك وتعيط وتبصلي بعيون فاضية. فجأة ظهر واحد فيهم قدامي، ووشه متاكل لكن صوته واضح. مش هتستنى الليلة الجاية. مد ايده لما مسكني من كتفي، رجعت تاني للنفق. البيت اختفى والدنيا اتبدلت، والنفق بقى واسع، أوسع من الأول، ومليان بخطوط سكة حديد كتير، مش خط واحد زي ما أنا متعود. كأنها شبكة ضخمة، أعمق من اللي شفتها قبل كده. وظهرت البنت، بس صورتها اتغيرت، وشها ما كانش غاضب، بس كان حزين، حزين بطريقة توجعك. قالت لي الوقت ضيق وانت لازم تختار. قلت لها اختار ايه؟ قربت ورفعت ايدي اللي عليها العلامة وقالت العلامة دي مش لعنة، دي بوابة، وانت المفتاح. ووريتني خطوط السكة اللي قدامي، كل سكة شكل وملامح، وفي خيالات بتتحرك عليها. قالت لي كل خط من دول بياخد روح، بياخد حد مننا، ومش هنقدر نخرج غير لما الخط الرئيسي يتقفل. سألتها فين الخط الرئيسي، بصت لي وقالت الكلمة اللي وقفت قلبي. الخط الرئيسي جواك انت. وفجأة النفق بدأ يتلاشى، الأرض بتتهز والأنوار بتتحول لأحمر، وصوت صفارة الإنذار بقى عالي. الأشباح اللي شبهها بدأوا يظهروا وراها،
بس المرة دي كانوا خايفين، مش بيهاجموني زي كل مرة. البنت صرخت. اجري اجري قبل ما تفتح البوابة. قلت لها بوابة ايه؟ ردت. البوابة اللي جايالك. وقبل ما اسأل تاني ظهر من بعيد جسم ضخم أكبر من البشر، أعرض وبيتحرك بين السكة، صوته يهز النفق كله، جاي ناحيتي. كان جاي ناحيتي أنا تحديدا. آخر حاجة شفتها وش البنت وهي بتقرب مني وتقول بصوت مكسور: لو ما قفلتش البوابة الكل هيموت. وبعدين الدنيا كلها بقت سواد. استنونا في الجزء الرابع والأخير عشان نكشف مع بعض سر البوابة الغامضة.